أنا عضو في كتائب الفرقان التي تسعى للجهاد ضد النظام الذي لا يطبق شرع الله، لأنني أعتقد أن الخروج عليه واجب، كما أعترف بمسؤوليتي عن مهاجمة القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهما والمنشآت العامة. فبعد يناير 2011 التحقت عن طريق محمد أسعد سمري بمعسكرات تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة، وتولى تدريبنا هناك عنصرين من تلك الحركة على استخدام البنادق الآلية، وتعرفت هناك على عدد من الإخوة المصريين، وعكفنا على التعلم للعلوم الشرعية، وتلقينا تدريبات على الفنون القتالية وحرب العصابات. وبعد مجيئنا لمصر شاركنا في الحملة الانتخابية الرئاسية للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، وفي أعقاب استبعاد أبو اسماعيل كثفنا الدروس الدينية والمحاضرات التي عمقت لدينا إحساس عدم رغبة النظام الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ومحاربتها. وبعد فض اعتصام ربع العدوية كلفت بنقل سلاح ناري من مسكن عبد الله رباع إلى شخص يدعى محمد الزعيم. وفي غضون ديسمبر 2013 التقيت بعدد من الإخوة بوحدة بشقة بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، الذين علمت منهم أنهم بصدد الشروع في تكوين خلية تستعد لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة. وبعدها شرعنا في الإعداد الفكري والحركي والعسكري، وأخذ اسما حركيا هو مصطفى تلافيا للرصد الأمني. وبعد ذلك تدربت على استخدام البنادق الآلية كالكلاشينكوف وفكها وتركيبها. وبعد أن اتخذنا من الوحدة السكنية مقرا تنظيميا للخلية أخفينا فيه مجموعة من البنادق الآلية وأدوات تصنيع المتفجرات، كما اتخذنا مقرا آخر بمدينة الإسماعيلية أخفينا بداخله بندقيتين آليتين. وكلفت بعد ذلك بمراقبة طريقهم لتنفيذ عملية هجوم على مكتب بريد بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بينما استقل الباقون سيارة أخرى بعد استبدال لوحاتها المعدنية، وبحوزتهم بندقية آلية، ولكن حال دون التنفيذ وجود مارة بالطريق. وعلمت بعد ذلك بعمليات نفذتها الخلية، منها الاستيلاء على خيبة أموال من أحد مكاتب البريد، ومحاولة تفجير محطة وقود كائنة بطريق السويس بسيارة مفخخة، وحال دون ذلك عدم انفجار السيارة، ومحاولة تفجير اسم أول مدينة نصر، وكمينين للشرطة والقوات المسلحة بمحيط ربع العدوية، والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية للدولة منها مدينة الإنتاج الإعلامي، والتخطيط لقتل مدير أمن السويس المقيم بمحافظة الإسماعيلية.